السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. اكيد ما ينفعش العيد يعدي الا لما نعمل ترمس، اكيد احنا اتأخرنا فيه بس برضه هنلحق نعمله وناكله ويبقى طعمه تحفة. نص كيلو ترمس الاول، وكمان جبت ربع كيلو حمص. الاتنين هنقعهم كويس جدا، بس الاول هنزل عليهم كنت ميه. الأول كده باوريكم اخلص من كل الترمس الشوائب وأهو اللي الحمص فيهم بتاعي واصفيهم زي ما انتم كويس. شايفين. بعد كده خليهم في هبدأ إن ميه أنا نظيفة الأول زي ما كده انتوا أنزل شايفين كده عليهم اهو، مية. عشان الاول اخلص من كل الشوائب زي ما قلتلكوا. وبعد كده بقى احط عليهم ميه نظيفة، ونفس العملية هنعملها برضو في الحمص. بعد كده بقى اسيبهم في ميه كده 4 5 ساعات. بعد كده ابدا ان انا اسلقهم على بسيط هلاقي إن خالص. الحمص بتاعي خد كده اللون التمام هو والترمس وخلاص، مش عايزاهم اكتر من كده. هضيف عليهم بقى حوالي 3 4 كوبايات ميه كبار. الميه تكون كده فوق بحبه، واحط عليه 3 معالق ملح صغيرين، واقلبهم بقى كويس جدا واسيبه بالظبط هي نص ساعة، وتبدأي تاكلي منه بقى. عايزة بقى تحبشيه بشوية ليمون وشوية كزبرة وكمون، وما اقولكيش بقى على الجمال، مع حبة كحك كده وشوية شاي بلبن، ويا خرابي على الجمال والحلاوة. زي ما انتم شايفين كده بقى نحط طبق كده، حطيت عليه شوية شطة وشوية كمون وشوية ليمون، وخلاص مش محتاجين اي حاجة تاني من الدنيا. وكل سنة وانتم طيبين. الخلطة بقى بتاعتنا، نحط بقى شوية كحك وبسكوت كده، ونحط على الكحك سكر بودرة، وشوية بقى صابليه وبيتي فور وشوية غريبة. يا خرابي على الجمال، بصوا شكلهم اصلا عامل ازاي، ما بالكوا طعمهم بقى. وشوية بقى منين كده بالعجوة، وبسكوت تاني، وشوية ترمس وشوية حمص وشوية شيتوس كده. مش ناقصنا بس غير كوباية شاي بلبن، وألف هنا وشفا وكل سنة